شباب وسائق السيارة معهم أحمد وسامي وفهد. أحمد شاب سعودي في العشرينات من عمره، مغامر بطبعه ويحب استكشاف الأماكن المهجورة. سامي صديق أحمد المقرب، معروف بشجاعته وحبه للقصص الغامضة. أما فهد أحد الأصدقاء الذين انضموا إلى الرحلة، لديه معرفة بالثقافة الشعبية والأساطير المحلية. بلشت القصة في صيف عام 2015. قرر أحمد وأصدقائه القيام برحلة استكشافية عبر الطريق الصحراوي الذي يربط جازان بالرياض. كانوا يسمعون عن هذا الطريق منذ الزمن، حيث يقال إنه مسكون بالجن، وتنتشر حوله العديد من القصص المرعبة. انطلقوا في الساعة 4 عصرا، وكانت الأجواء مشحونة بالحماس والترقب. مع مرور الوقت بدأ الجو يزداد حرارة، وأصبحت السماء خالية من السحب، مما جعل الرحلة أكثر صعوبة. وبعد عدة ساعات من القيادة بدأوا يشعرون بشيء غريب. كانت السيارة تتوقف فجأة دون سبب واضح، والأجهزة الإلكترونية تتعطل بشكل متكرر. ثم بدأوا يسمعون أصوات غريبة تأتي من خارج السيارة، وكأنها همسات أو خطوات خفيفة. وفي إحدى المحطات قرروا التوقف للاستراحة. بينما كانوا يجلسون لاحظوا شخصا غريبا يراقبهم من بعيد، وعندما اقتربوا منه اختفى فجأة دون أن يترك أي أثر. ومع مرور الوقت بدأوا يشعرون بأنهم مراقبون، وكانت الضلال تتحرك من حولهم والأصوات تزداد وضوحا. ثم شعروا بشيء ثقيل يجلس بجانبهم في السيارة رغم أنهم كانوا لوحدهم. وفي نهاية الرحلة وصلوا إلى الرياض وهم في حالة من الذهول والخوف، ولم يستطيعوا تفسير ما حدث لهم، ولكنهم كانوا متأكدين من أنهم مروا بتجربة خارقة للطبيعة. السؤال ليكم يا مشاهديني، هل سبق لك أن مررت بتجربة مشابهة؟ شاركنا قصتك في التعليقات.